في ناس شكلها بسيط، في جواها عظمة محدش يعرف غير ربنا. ليه سر في كده؟ في ناس ربنا بيسخرها ان هي تعمل كل حاجة في الخفاء، لكن في الحقيقة هي اللي بتملك الحكاية، عندها قلوب ذهب بصراحة. يعني النهاردة هحكي لك حكاية جميلة جدا. في راجل كان غلبان، يعني كانت كل الناس حرفيا بتضحك عليه، بس في الاخر هو اللي ضحك عليهم والناس بكت عليه. بيقول لك كان في راجل بسيط بيبيع كل يوم فول وطعمية على عربية خشب. عربية خشب صغيرة. بيصحى الفجر، بيغسل وشه ويتكل على الله ويصلي، وبيمشي في الشوارع بصوت بالراحة ويقول يا رب ارزقني من فضلك الواسع. في ناس كانت بتقول عليه غلبان يعني، بس هو كان شايف إن نفسه أغنى واحد، يعني قلبه مطمن وضميره نضيف. في سر محدش يعرف، كان اللي هو بس كان كل يوم في دار أيتام على آخر الشارع. فالدار دي صغيرة، فعم سيد كان بيروح يعمل إيه؟ يحط كيس عيش ويحط فول ويحط طعمية ويحط الكلام ده كله قدام باب الدار من غير ما حد يشوف. وفضلت الأيام على كده كتير، يعني فضل كام مرة يروح بيعمل نفس الموضوع ده. ما استناش شكر ولا كاميرا تصوره، كان بيعمل خير لوجه الله بس. في يوم من الأيام حصلت مفاجأة. الدار دي كانت هتتقفل لأن مفيش تبرعات كفاية، والمديرة كانت بتعيط. الناس بيسألوها وانت بتعيطي ليه؟ قال لهم الوحيد اللي كان بيساعدنا الله يرحمه. الناس قعدت تسأل مين 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 مين، وهنا كله اتصدم. المديرة قامت قال ايه؟ عم سيد. عم سيد بتاع الفول؟ قال لك اه عم سيد بتاع الفول. الراجل اللي احنا كنا بنضحك عليه هو اللي شايل المكان ده من سنين. الله، ما كانش حد يعرف ولا اي حاجة. بعد الجنازة الناس بدأت تسأل اكتر، مين عم سيد ده وايه قصته؟ فجار ليه؟ قال عم سيد دايما يلم شوية فلوس زيادة يروح يشتري بيهم أكل للأطفال وهدوم الناس اللي هم في الدار. صاحبه قام عامل له ازاي؟ قال له كان ممكن ياكل لقمة وما ياكلش التانية، بس يروح يديها لغيره لو هو جعان. الراجل ده ما كانش عنده بيت ملك، لكن كان عنده قلوب ناس كتيرة بقت ملكه. بعد أسبوع من موته حصلت حاجة غريبة جدا. جه تاجر كبير لدار الأيتام وقال للمديرة كان في واحد بيجي يشتري مني عيش كل يوم. ما كانش بيقول لي ده بتاع ايه، ما كانش بيقول لحد ولا كان بيقول لي. انا عرفت الراجل ده مات فجيت اسأل، فقال له هما كان بيجيب العيش والاكل ده ليكم، فانا هقرر ان انا هكمل ايه من وراه. المديرة استغربت، حتى الناس اللي هم في الحارة استغربوا. ايه يعني ازاي؟ فالراجل جاي يعمل ازاي؟ قالك الخير ما بيموتش، الخير بيتورث. الناس اللي كانت بتضحك على الغلبان النهاردة ممكن يكون بيضحكوا على ربنا. عمرك ما هتضحك على ربنا. عم سيد كان فقير في جيبه لكن كان غني في قلبه، كان عايش بسيط لكن مات بعظمة. عمر الكرامة ما تبقى في اللبس الغالي ولا في الشهادات، الكرامة في اللي بيعمل خير ومش مستني كلمة شكر من حد. في كل مرة تشوف فيها إنسان بسيط زي عم سيد ده تفتكر إن هو ممكن يكون سبب بركة في الدنيا إحنا مش عارفينها. ودايما ما تنساش الحكاية دايما فيها عبرة، يا ريت تاخد بالعبرة بتاعتها.